فيلمنا بيبدأ سنة 1996 مع جاك وهو بيجري الصبح على البحر وبياخد باله إن في لعبة على الشط اسمها جومانجي وبيديها لابنه أليكس اللي بيفتحها وبيقول مفيش حد بيلعب الألعاب دي دلوقتي وبيركنها عشان يكمل لعبة على الجهاز بتاعه. وبيجي نص الليل وبيصحى على ضوء قوي وبيختفي أول ما بيفتح عينه وبيفتحها وبيلاقي إن في شريط ألعاب عليه اسم اللعبة وبيقرر إنه يلعبها، ولكن نفس الضوء بيظهر تاني من أوضته. وبعد 20 سنة وبيظهر سبنسر اللي بيساعد صاحبه فريدج في الواجبات والمقالات المدرسية، وبيتقابلوا قدام بيته بيسموه البيت المخيف، وبيكون بيت أليكس بس بعد 20 سنة. وبعدها بيروحوا المدرسة وبنشوف زمايل سبنسر ومنهم مارسا اللي بتتعاقب إنها تروح احتجاز المدرسة بسبب إنها اتكلمت مع المدربة بتاعتها بأسلوب وقح. والمدرسة بتكتشف غش فريدج ابن سبنسر في التقارير بتاعته وبيتعاقبوا هم كمان، ومعاهم بيساني عشان طول الوقت بتكون ماسكة الموبايل أثناء الحصة. وبيتجمعوا كلهم في المخزن وبيطلب منهم إنهم ينظفوه كعقاب ليهم، لكن خلال التنظيف بياخدوا بالهم إن في جهاز ألعاب في شريط اسمه جومانجي وبيحاولوا إنهم يشغلوه على التلفزيون اللي عندهم، وبتبقى شخصية الطيار هي الشخصية الوحيدة اللي محدش بيعرف يختارها. فكل واحد بيختار شخصية في اللعبة وبتبدأ اللعبة، لكن فجأة الجهاز بيطلع ضوء أخضر وبيبدأ إنه يتحرك جامد، وبيحاول سبنسر إن هو يفصله من الكهرباء لكنه مش بيعرف يوصله لحد ما بيلاقوا إن جسمهم بدأ يتسحب ويختفي ناحية الجهاز، وبيختفوا كلهم من المخزن. وفجأة بيظهر سبنسر جوه اللعبة على هيئة الشخصية اللي هو اختارها، وهي شخصية دكتور بريفستون. وبيكون سبنسر مش فاهم هو ليه صوته اتغير وشكله كمان اتغير، وبيفضل مستغرب من شكله لحد ما بيلاقي ان في 3 اترموا قدامه وهم كمان مش فاهمين هم فين. وبيخمن سبنسر ان الراجل القصير اللي قدامه هو فريدج صاحبه، وبيقول له ان هم تقريبا دخلوا جوه اللعبة وكل واحد ظهر بالشخصية اللي هو اختارها من الشخصيات اللي اختاروها في المخزن قبل ما الجهاز يسحبهم. وده اللي مخلي فريدج يظهر بشخصية دكتور فرانكلين ومارسا بشخصية روبي المستكشفة. اما بالنسبة لبيساني فهي اختارت شخصية دكتور تشيلي لأنها كانت فاكرة إن شيلي واحدة بنت، وبتجري شيلي وهي مرعوبة ناحية المية وهي خايفة من شكلها. وبتشوف في المية راجل كبير بدقن، وبياخدوا بالهم إن كلهم عندهم 3 شرط في إيديهم، وبيتخانقوا كلهم على إنهم محبوسين جوه لعبة لحد ما بيطلع فرس النهر وبياكل شيلي وبيموت قدامهم. ولكن بعدها بدقيقة بيلاقوا إن شيلي مرمي من السما ولسه عايش، وبيبدأ فرانكلين إن هو يشرح قوة فرس النهر وكأنه خبرة في الحيوانات، وبيشرح له بريفستون إن شخصية فرانكلين هو خبير في علم الحيوان وعارف كل المعلومات عن كل الحيوانات لأن دي شخصيته في اللعبة. وبيلاقوا إن فرس النهر لسه بيطاردهم وبيهربوا منه لحد ما بيلاقوا واحد بيقف بعربيته قدامهم وبيركبوا معاه بسرعة، وبيقدم لهم نفسه إنه اسمه نايجل، وبيبدأ إن هو يتكلم عن كل واحد فيهم. وبيقول إن دكتور بريفستون عالم الآثار الشهير والمستكشف الدولي والمعروف بشجاعته وقوته، وإن روبي قاتلة الرجال وخبيرة الفنون القتالية. ويفضل نايجل يعيد نفس الكلام ورا بعضه لحد ما بيفهم بريفستون إن نايجل عبارة عن شخصية فرعية مبرمجة في اللعبة دورها هي تعرفهم بأدوار كل واحد فيهم، ومهمتهم ان هي رفع اللعنة عن الغابة، وان كل المعلومات اللي هيحتاجوها موجودة في رسالة مع دكتور برافستون. وبتظهر الرسالة فجأة في ايد دكتور برافستون وبيبدأ يقراها، وبتحكي الرسالة عن دكتور راسل اللي كان بيدور على تمثال النمر الأسطوري واللي فيه جوهرة النمر لحد ما لقى الجوهرة، وبدل ما يعمل عليها الأبحاث اللي كان عايزها قرر ان هو يسرقها. وبعدها سيطرت عليه قوى الظلام وبقى يتحكم في كل الغابة، وقرر نايجل ان هو يسرقها منه وبيديها لبرايفستون في ايده، ومهمتهم بتبقى انهم يرجعوها تاني لتمثال النمر الاسطوري وينادوا باسم اللعبة بصوت عالي، وده عشان يقدروا يخرجوا منها. وبيديهم خريطة للسوق اللي هيبدأوا منه ويدوروا هناك على الجزء المفقود، وبيسيبهم وبيمشي. ولأن فرانكلين هو الوحيد اللي معاه شنطة ظهر فبيشيل الجوهرة فيها، وبيبص برايفستون في الخريطة اللي معاه بيلاقيها مقطوعة، وبيفهموا ان الجزء المفقود ده يبقى بقى الخريطة اللي هتدلهم لتمثال النمر وهيكون موجود في السوق. ولكن بيبص في الخريطة وبيلاقيها فاضية ما فيهاش حاجة، ولكن شيلي بيقول له ان الخريطة واضحة وان الطريق باين. وبيفهموا ان شيلي هو الوحيد اللي يقدر يشوف الخريطة لان من ضمن مواهبه علم رسم الخرايط. وبيحاول برايفستون ان هو يدور على اي موبايل معاه، وبيدوس على صدره وبيلاقي ان في قائمة ظهرت قدامه في الهواء ومكتوب فيها نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعته، وبيبقى نقاط قوته هي الشجاعة والسرعة والتسلق، وما بيكونش عنده نقط ضعف. وبتجرب روبي انها تطلع القايمة وبتلاقي انها عندها خبرة في كل انواع القتال ومنهم القتال اثناء الرقص، ونقطة ضعفها هي السم. اما بالنسبة لشيلي فهو خبرة في علوم كتير جدا لكنه ما بيقدرش يتحمل اي تعب
وبيتعصب فرانكلين أول ما يشوف القائمة بتاعته لأن من نقط ضعفه الكيك والسرعة والقوة، وما بيفهمش ازاي دول نقط ضعف اصلا. وقبل ما بيحددوا هيمشوا ازاي بيلاقوا ان في صاروخ اتضرب عليهم من رجالة راسل وبيبدأوا يطاردوهم. وبيطلع فرانكلين من شنطته القوس الخشبي اللي من نقط قوة برايفستون وبيدوله عشان يرميه على العصابة، لكنه مش بيصيبهم وبيكملوا جري ناحيتهم لحد ما القوس بيلف في الهواء وبيرجع يخلص على جزء من العصابة اللي بتطاردهم. وبيضطر برايفستون ان هو يشيل فرانكلين على ظهره عشان ينقذه لانه بطيء جدا، لحد ما بيوصلوا لحرف جبل وبينط في المية عشان يفلتوا من العصابة. وبعد ما بيطلعوا من المية بتكون روبي اتصابت بالرصاص قبل ما تنط وبتختفي قدامهم وبيفتكروا انها ماتت، ولكن بتنزل من السماء بعد دقيقة. وبيفهم برايفستون ان الوشم اللي موجود على ايديهم هو عدد فرص الحياة بتاعتهم، وان كل واحد فيهم 3 فرص حياة، ولو خلصوا احتمال يموتوا للابد ومش هيطلعوا من اللعبة. وبيكملوا مشوارهم ناحية السوق وبيشوف شيلي قدامه عيش مخبوز وبيعجبه طعمه جدا، ولان فرانكلين بيكون جعان بياكل حتة منه وبيسأل الخباز عن مكوناته وبيقول له الخباز ان ده اشهر كيك بيعملوا في السوق كله. وكلهم بيتصدموا لانهم كلهم عارفين ان نقطة ضعف فرانكلين هي الكيك، وبيفضلوا مستنيين اللي هيحصل لفرانكلين لحد ما بيهدوا كلهم على امل ان مفيش حاجة هتحصل. ولكن بينفجر قدامهم فرانكلين كأنه قنبلة وبيقع تاني من السماء ويخسر فرصة من فرصه. وبيجي طفل بيقول لبرايفستون ان هو يجي وراهم، وفي نفس الوقت بيكون في طائر بيراقبهم وبيوصلهم الطفل لسلة فيها تعبان وبيقول لهم ان اللي انتوا عايزينه جوه السلة ولازم يثقوا في بعض عشان يوصلوا للي هم عايزينه. واول ما برايفستون بيفتح السلة بتطلع منها البامبا السوداء اخطر انواع التعابين وبيغطيها تاني بسرعة وبيحاولوا انهم يستعدوا وينفذوا كلام الطفل. لكن اول ما السلة بتتفتح بيهجم التعبان على روبي، وقبل ما بيلدعها بيمسكها برايفستون وبيروح فرانكلين ناحية التعبان وبيقول لهم انهم يثقوا فيه وفي اللي هيعمله، وبيقدر ان هو يكسر انياب التعبان وبينقذهم من لدعته. ويسيبوا التعبان عشان يوصلوا للورقة اللي ملفوفة في السلة، وبيلاقي شيلي فيها تمثال فيل صغير ومكتوب في الورقة ان اول ما يتشاف الفيل يبدأوا يتسلقوا. وبيكملوا لف في السوق عشان يدوروا على الفيل، لكنهم بيلاقوا ان العصابة وصلت السوق وبيحاولوا يهربوا منها. وبعد ما برايفستون بيتضرب شوية منهم بيلاقي ان راسل قدامه وكل عصابته بيهددوهم بالسلاح، وقبل ما يضربوا عليهم نار بتترمي قنبلة دخان وفي واحد بيجي وبيساعدهم على الهروب وبينزلهم في الأنفاق كأنه خبرة فيها من زمان، وبيبدأ يخليهم يعدوا كل الأفخاخ اللي موجودة في النفق عشان يوصلوا للمكان اللي هم رايحينه. وبيسألوا برايفستون إن كان هو ماك الطيار اللي حاولوا يختاروه في أول اللعبة، ومعنى كده إن هو شخصية حقيقية في العالم الحقيقي وحصل له نفس اللي حصل لهم ودخل اللعبة غصب عنه، ولا هو مجرد شخصية متبرمجة في اللعبة. وبعد ما بيطلعوا من النفق بيلاقوا نفسهم في وسط الغابة وبيحكوا له عن كل اللي حصل لهم وهم قاعدين في الكوخ بتاعه، وبيقول لهم ان هو بقاله شهور في اللعبة وانه مش قادر يعدي مرحلة صعبة في اللعبة، وانه استسلم عن المحاولة لما خسر فرصتين من حياته، وعرف ان هو مستحيل يكسب اللعبة لوحده لانه خسر حياة قدام المامبا بسبب فشله في التعامل معاها. وبيقول لهم شيلي ان اكيد ماك هو الجزء المفقود وهو اللي هيساعدهم في المرحلة الجاية، وبيروحوا وراه عشان يوريهم المرحلة اللي مطلوبة منهم وهي اقتحام مخزن فيه الطيارة اللي هتساعدهم في الوصول لتمثال النمر الأسطوري اللي هم عايزينه. وبيلجأوا روبي عشان تحاول انها تشتت انتباه الحراس، وبيعلمها شيلي ازاي تجذب انتباههم زي ما كانت بتعمل في المدرسة. وبيكونوا كلهم مستنيين ان روبي تروح للحراس، بيقول لهم ماك انها اكيد هتنجح لانها جميلة كده وشبه ممثلة من سنة 1996. وده بيلفت انتباه برايفستون لشيء وبيسأله عن السنة اللي ماك فاكر اللي هو فيها، وبيقول له مش احنا في 1996؟ وبيفهموا ان ماك هو أليكس اللي اختفى من البيت المخيف اللي في مدينتهم، وانه موجود في اللعبة اكتر من 20 سنة وهو محسش بالوقت، لكنهم موجودين وهيساعدوه يخرج منها. وبيتصدم أليكس لما بيسمع كلامهم، وبتبدأ روبي انها تغري الحراس لكنها بتفشل، وبتلاقي قدامها كاسيت وبتشغله وبتبدأ انها ترقص قدامهم تاني، وبعدها بتضربهم وبتقضي عليهم. وبيكون الباقي دخلوا من الباب الخلفي للمخزن وبيقدروا انهم ياخدوا الطيارة قبل ما العصابة تهجم عليهم، لكن من قدر الضرب على الطيارة بتتصاب وبيفقد ماك السيطرة عليها، وقبل ما بتنفجر بيقدر ان هو يتحكم فيها مؤقتا، وبيقول لهم ان لازم حد يطلع يثبت الحديدة اللي بيتحكم من خلالها في اتجاهات الطيارة قبل ما الطيارة تقع بيهم. وبيبص شيلي وراه وبيلاقي ان في قطيع من حيوانات وحيد القرن بيجري ناحيتهم، معنى كده انهم لو ما ماتوش من الطيارة هيموتوا من الحيوانات.
وبيضطر برايفستون ان هو يحاول يثبت الحديدة بنفسه قبل ما القطيع يقضي عليهم او ينفجروا، وبينجح ان هو يصلح الطيارة. لكن اثناء ما الطيارة بتميل بتقع الجوهرة من شنطة فرانكلين، وبيرجعوا لها تاني عشان يدوروا عليها، وبيلاقي القطيع بيحاول يحميها. وبيبص برايفستون لإيد فرانكلين بيلاقي انه لسه عنده فرصتين للحياة، فبيرميه في الطريق عشان القطيع يجري وراه، وساعتها يقدر ياخد الجوهرة من تاني. وبيدوس القطيع على فرانكلين وبيقتله، وبيفضل برايفستون مستني فرانكلين يقع من السما وبيقدر ان هو يمسكه. وبعد ما بتهبط الطيارة بيفكروا في المرحلة الجديدة في اللعبة، ولكن بتيجي ناموسة وبتقرص أليكس، واللي بيكون من نقط ضعفه هي الناموس، وبيقع قدامهم. وبتبدأ فرصة حياته الأخيرة إنها تختفي من على إيده، وبيحاول شيل إن هو يعمل له تنفس صناعي، ولكن بيختفي من عنده هو فرصة، كأنه بيديله فرصة من بتاعته. وبيستمر شيلي لحد ما بيفوق أليكس فعلا بعد ما خد محاولة من محاولات شيلي في الحياة. وبيكملوا بحث عن تمثال النمر وبيلاقوه أخيرا، ولكن الطير بيكون مراقبهم برضه. وبيوصلوا لمنطقة اسمها المدافعين، وبيكون قدامهم ممر لازم يمشوا فيه عشان يوصلوا للتمثال. وأول ما برايفستون بيمسك الجوهرة في إيده الممر كله بينور ليهم، وبيشوفوا تمثال فيل قدامهم، وبيفتكروا الكلام اللي كان مكتوب في الورقة إنك أول ما تشوف الفيل ابدأ في التسلق. وبيفهم برايفستون إن هو لازم يعدي الممر من خلال تسلق الأشجار، لكنه بيقع من على الشجر وبياكلوا النمور اللي موجودين في الممر، وبيخسر فرصة حياة تانية. وبيبدأوا إنهم يخططوا إزاي هيقدروا يعدوا، وعصابة راسل قربت منهم، وبيتفرقوا في الغابة عشان يشتتوا انتباههم، لحد ما بيقدر برايفستون انه ياخد موتوسيكل من بتاع العصابة وبيجري ناحية التمثال بعيد عن النمور. لكنه بيلاقي ان راسل واخد شيلي كرهينة وبيهدده بقتله لانه ما عندوش غير حياة واحدة باقية. ولكن بيجي فرانكلين وهو راكب على فيل كبير وبيقدر ان هو يتحكم فيه لان الجوهرة بتبقى معاه، وبيخوف النمور وبيخليهم يهربوا. وبيحاول شيلي ان هو يضرب راسل لحد ما طلقة بتتضرب في الهوا ناحية الفيل، وبيكون السبب ان الجوهرة تتنطر بعيد من ايد فرانكلين. وبتقول مارسا لبرايفستون ان هو يبدأ في تسلق التمثال، وهي عارفة هتجيب له الجوهرة ازاي. وبتطلع ناحية الجوهرة لكنها بتكون وسط تعابين كتيرة، وبتمسك الجوهرة في ايدها، وقبل ما راسل يقدر ياخدها منها وبتقوله ان هي نقطة ضعفها السموم، وبتخلي التعبان يلدعها وبتختفي من قدامه ومعاه الجوهرة، وبتقع من السما ومعاه الجوهرة وبتحدفها لبرايفستون وهو على راس تمثال النمر، وبيحط الجوهرة في مكانها لكن ما بيحصلش أي حاجة. وده لأنهم نسيوا ينادوا باسم اللعبة، وبينادوا كلهم بصوت واحد وبيقولوا جومانجي، وبينجحوا انهم ينقذوا اللعبة وبيكسبوها. وبيختفي راسل تماما، وبيجولهم نايجلي عشان يهنيهم بنجاحهم في إزالة اللعنة، وبيسلم على ماك وبيختفي من اللعبة، وبيودعهم كلهم واحد ورا التاني لحد ما بيظهروا كلهم في مخزن المدرسة، وبيجروا على بيت أليكس عشان يطمنوا على اللي حصل له. وبدل البيت المخيف اللي هم عارفينه بيلاقوا بيت جميل جدا قدامهم، وبيلاقوا واحد نازل من العربية، وأول ما بيشوفهم بيبان إن هو بيبتدي يفتكرهم، وبيتعرف عليهم كلهم كأنه شافهم من زمان جدا. والشخص ده بيبقى أليكس بس كبر 20 سنة، وده لأن اللعبة رجعته لسنة 1996، الزمن اللي هو اختفى فيه. وفي ال20 سنة دي كان اتجوز وخلف وكبر، ومع ذلك منسيش اللي كانوا السبب في إنقاذه، وبيقدر إن هو يتعرف عليهم واحد واحد، وبيقول لهم إن هو بسببهم عاش حياته وخلف بنته وسماها بيساني. وبيتجمعوا كلهم وبيبقوا أصحاب في المدرسة، وأخيرا بيعترف سبنسر لمارسا بحبه ليها، وبيقرروا إن هم يكسروا اللعبة عشان ما يلعبوهاش تاني. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.